إحنا الشعب اللي بيصلح الموتور بحبل رباط، وبيحل أزمات مالية معقدة بجمعيات، وبيخترع طريق تالت لما كل الطرق بتقفل. الفهلوة في مصر مش مجرد صفة، دي جينات بقاء اتخلقنا بيها علشان نمشي أمورنا وسط سيستم مش دايما شغال. الفهلوي عندنا مش نصاب، هو شخص صنايع حلول بيبرمج المستحيل بالذكاء الفطري. بس المشكلة إننا اتعودنا نستخدم الذكاء ده في تسيير الأمور مش في بناء الأصول، وبقت الشطارة هي إزاي نعدي من المشكلة، مش إزاي ننهي المشكلة من جذورها. الحقيقة إن طاقة الفهلوة دي هي أغلى مورد بشري عندنا، بس إحنا بنهدرها في التحايل بدل الابتكار. لما بنبذل مجهود خرافي علشان نلف حوالين القانون أو نختصر الطريق، إحنا بنخسر فرصة إننا نصلح الطريق نفسه. الوعي الحقيقي بيبدأ لما نفهم إن الذكاء الفطري ده لو اتحط في إطار نظام هنبقى في حتة تانية خالص. الفرق بين الفهلوي والمبتكر شعرة واحدة، الأول بيحل أزمته النهاردة، والتاني بيبني حل للكل بكرة. العالم يا جماعة بيتقدم بالأنظمة وإحنا بنتقدم بالجدعنة، والاتنين محتاجين يتقابلوا في نص الطريق. والحل بقى يا صديقي مش إننا نبطل نكون فهلويين، الحل إننا ننقل الفهلوة من تسيير حال لإبداع. بدل ما نستخدم ذكائنا في اللف والدوران، نستخدمه في الاختصار الذكي اللي بيوفر وقت ومجهود حقيقي للكل. الحل إننا نحول الجدعنة الفطرية لسيستم يقدر يعيش من غيرنا. الفهلوة قوة جبارة لو اتوجهت صح، هتبني جبال بدل ما تسند حيطان قايلة للسقوط. شطارتك بقى مش في إنك تعدي، شطارتك في إنك تبني طريق الكل يعدي منه بسلام. سلام.